ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. اعتذر ان كان تقديم المحتوى بالعامية وهي لغة غير مناسبة لتوصيل العلوم، لكن هدفي هو تبسيط المحتوى لأقصى درجة ممكنة، لأن نفس الكلام موجود في كتب ومراجع كتير باللغة المناسبة. لكن حقيقة الأمر إن في كتير ممكن يملوا الأسلوب الواحد والمعلومة الواحدة ويتجهوا لتحصيل المعلومة بلغات تانية. نرجع بقى للفيديو النهاردة. فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن حاجة مهمة جدا في تطوير الأعمال أو البيزنس ديفلوبمنت. وأول حاجة لازم يكون عارفها مطور الأعمال أو صاحب البيزنس وتعتبر جزء أساسي من شغله هي البيزنس بلان. في قاعدة عامة في تطوير أي شيء مش الأعمال بس بتقول: لا يمكن تطوير ما لا يمكن قياسه، أو you can develop what you can measure. طيب كده بقت سهلة. الأول قبل ما أبني المشروع أعمل خطة أمشي عليها تبقى بالنسبة لي زي الخريطة، أعرف منها أنا بدأت منين ومكاني دلوقتي فين وباقي ليه قد إيه علشان أوصل. الخطة ديت اسمها خطة العمل أو البيزنس بلان، ودي مختلفة عن الاستراتيجيك بلان، ودي هتكلم عنها بتفاصيل أكتر في فيديو منفصل إن شاء الله. تعالوا بقى نعرف إزاي نعمل البيزنس بلان بشكل محترف ومنظم علشان نقدر بعد كده نتابعها ونمشي عليها ونعدلها عند الحاجة. إن شاء الله هساعدك تعملها لنفسك بشكل أعمق وأفضل من الاستشاري، والأهم هتوفر تكلفتها اللي بتتراوح ما بين 5000 جنيه وبتوصل ل25000 جنيه. أما بالنسبة للناس المهتمين بكارير البيزنس ديفلوبمنت فمش لازم تكون قادر على عمل خطة بنسبة 100%، بس لازم تكون فاهم كل جزء منها، لأن شغلك كبزنس ديفلوبر هيضطر غالبا إنك تعدلها باستمرار. ده غير إن خطة التطوير السنوية بتاعتك قايمة على تحقيق أهدافها. أولا لازم نعرف إن خطة العمل أو البيزنس بلانز 3 أنواع. أول نوع خطة عمل كاملة الكومبليتد بيزنس بلان، ودي ممكن تاخد شهر 2 وأحيانا 3 شهور علشان تطلع في صورتها النهائية. تاني نوع خطة عمل سريعة لكويك بيزنس بلان، ودي لو عندك الخبرة الكافية بالمشروع بتاعك تقدر تعملها في يوم واحد. وتالت نوع خطة عمل معدلة customized business plan، ودي بقى بتاعة الخلاصة. يعني ايه؟ يعني دي اللي بتركز فيها على الأجزاء اللي انت قوي فيها، بحيث تبين قد ايه انت تعرف عن البيزنس بتاعك وقادر تديره، بحيث اللي يقرأ البيزنس بلان بتاعتك يقدر إمكانياتك وخبرتك في مجال المشروع اللي انت عاوز تبدأه. مش بس كده، لو كنت بتعرض خطتك ديت على حد شريك أو ممول محتمل تقدر تقنعه يدخل معاك في البيزنس، أو بمعنى آخر تطمنه على فلوسه واستثماره معاك. موضوع الخبرة والإمكانيات ده هفهمه لكم قدام شوية، وهخلي كل واحد منكم يعمل لنفسه اختبارات تبين ليه إمكانياته وقدراته لو هو حاسس بشوية توهان. وأغلبكم هيستغرب ساعتها إزاي ما كانش عارف كده عن نفسه، وإزاي طول الوقت اللي فات ما استغلش مهاراته دي. أيا كان نوع خطة العمل فهي معمولة علشان تتعدل، ما هيش قرآن يعني. علشان كده اسمها خطة، يعني توقع وتحليل وتفكير وتدبير، ونجاح التنفيذ مرهون بتوفيق ربنا والمتابعة جيدة للخطة. البيزنس بلان مهمة جدا بالنسبة لي، ده لو انت عندك فكرة وعاوز تقنع المستثمر اللي بيدور على مشروع يدخل فيه ان مشروعك او فكرتك هي الانسب ليه واللي هتحقق له الربح اللي هو بيسعى ليه. او البيزنس بتاعك بدأ بلدي وفعلا بيجني ارباح كويسة بس مستقبله مش واضح، بمعنى تاني ما انتاش عارف تكبره ازاي او في اي اتجاه. خد بالك ان اللحظة ديت جاية عليك، اللي هو هتفوق فجأة على احساس ملوش سبب انك تفقد كل اللي وصلت له، لانك ما عدتش عارف هتعمل ايه بعد اللي وصلت ليه والخطوة الجاية هتبقى ازاي وفين. او لو عندك بيزنس قائم بالفعل ومحتاج ممول او شريك علشان تكبر، خاصة لو البيزنس بتاعك ستيبل. كمان البيزنس بلان هتبقى مهمة ليك لو العكس، لو انت اللي معاك مبلغ وعاوز تستثمره في مشروع لكن مش لاقي حد يقنعك، او لو اقنعك بتحس انه كله كلامه معسول وممكن يكون بيظهر لك المنافع ومخبي عليك المخاطر. هنا بقى خطة العمل بتبين المكاسب والخسائر والمخاطرات المتوقعة وبأرقام كمان، فبتشوف الصورة بالتفصيل وبوضوح، وده بيسهل عليك انك تحسبها وتاخد قرارك وما تبقاش بتجازف بفلوسك زي القمار. مثلا لما حد يعرض عليك مشروع تعبئة خل اللي بيستخدم في المطاعم، وتعرف ان طن الخل الخام لما بيتخفف بالمية بيعمل 21 طن خل جاهز للاستخدام، يعني هتجني مش اقل من 16 ل 17 ضعف اللي دفعته في المادة الخام، وده بعد التكاليف وفي أسوأ الأحوال. معلش هشارك معاكم معلومة ممكن تكون قديمة عندي من قبل التعويم، فمش عارف بصراحة وضع منتج الخل ايه من حيث الأسعار دلوقتي، بس قبل التعويم كان ب 1700 جنيه للطن. طبعا بافتراض ان الأرقام ما زالت صحيحة نسبيا فدي حاجة مغرية، لكن لما خطة العمل اللي بتضم معلومات على المنتج تبين لك ان نسبة البكتيريا ضروري انها ما تتخطاش نسبة معينة والا المنتج هيبقى سام اكتر منه مفيد، فده بيدق جرس في دماغك، فتسأل طيب لو اتخطت ايه اللي هيحصل ساعتها؟ ممكن الإجابة هي اللي تحدد قرارك، هل الضرر اللي هيقع على المشروع والمشاكل والقضايا والتعويضات بسبب خطأ ممكن يحصل يستاهل المخاطرة بمبلغ الاستثمار ولا لا؟
في أنواع من الأسئلة المهمة والصحيحة مش هتظهر إلا بوجود خطة عمل مفصلة، وإلا هتبقى مشاريعنا كلها ضحك على الدهون. تعال نجيب طن خل خام ب1700 جنيه ونخففه ب20 طن مية من الحنفية ونرجعهم 30,000 جنيه يا معلم، إيه رأيك؟ ده اسمه مشروع ولا ده اسمه شغل؟ وصلت الفكرة؟ طيب ممكن تقولي يعني إيه بيزنس بلان الأول؟ طبعا ممكن. البيزنس بلان هي اللي بتصنف وتحلل المشروع وبتدي توقعات مفصلة عن مستقبل المشروع. وخد بالكم من كلمة مفصلة دي، ده كمان بتغطي الجوانب المالية لبداية أو التوسع في مشروع ما. يعني المشروع ده هيحتاج كام عشان يبدأ، وإزاي هيسترد المشروع المبلغ المستثمر، ومقدار الربح من استثمار المبلغ ده في المشروع أو العائد على الاستثمار ROI. طيب سؤال تاني، ليه بنعمل البيزنس بلان وإيه لازمتها؟ إحنا بنحتاج نعمل البيزنس بلان لأسباب كتير. يعني مثلا أولا هتساعدك في استقطاب المستثمرين لتنفيذ فكرتك أو مساعدتك في توسيع مشروعك زي ما قلنا في أهميتها من شوية. تاني حاجة هتساعدك تحدد وتاخد قرار مهم جدا اللي هو توقف المشروع ولا تكمل في حالة إن المشروع ما حققش النتائج المتوقعة في الخطة، لأنها هتبين لك إزاي مشروعك بيخسر ومن أي جزء فيه، وهتبين لك قوة أو ضعف المبدأ اللي قام عليه مشروعك. ضيف على كده إن الخطة ديت هتمنعك من الوقوع في حب مشروعك حب أعمى، بمعنى أنت كصاحب مشروع أو صاحب بيزنس أهم واحد فيه، ولازم تكون مقتنع بقوة فكرتك فتكمل، أو مش مقتنع فتقف. هو في حد بيضحك على نفسه ويحط فلوسه في حاجة هو مش مقتنع بيها وعارف إنها هتخسر؟ طبعا لأ، بس اللي بيعمل كده مبقاش عارف، واقع في حب فكرته ومشروعه. البيزنس بلان بقى بتوضح لك، فبتشوف الصورة أوضح وبتقدر تاخد قرارك باستخدام عقلك والأرقام وبس، وبتجنب الحماس أو العاطفة أو الباشن على جنب. في وجود الخطة، القرارات المهمة والمصيرية هتتاخد في وقتها المناسب، وهتوفر على نفسك وعلى المستثمرين أو الشركاء الخسارة. وحاجة هنا مهم إن احنا نقولها، ناس كتير من أصحاب المشاريع الناجحة سبب نجاحهم كان اتخاذ القرارات الصحيحة في وقت مناسب. تالت حاجة هتساعدكم في تحسين وتطوير مبدأ العمل اللي قلت لكم عليه من شوية، اللي هو إيه ده بقى؟ شوف يا سيدي، أنا هشرح لك على طول بمثال. فاكرين الأزمة المالية بتاعة 2008 طبعا؟ احنا في مصر تأثيرها علينا في المعيشة وخلافه كان بسيط جدا، إنما كان في فئة من الناس بتخرب بيوتها حرفيا، وهم فئة المصدرين. فجأة الأسواق اللي بيصدروا لها بره وقفت وما عادش فيه شغل، خصوصا البلاد الأكثر تأثرا. هنا منهم اللي قفل بدري واكتفى بالقرشين، ومنهم اللي عافر وفضل فاتح أملا من تحسن الوضع سريعا، ومنهم اللي غير مبدأ العمل من تصدير لاستيراد، أو من تصدير لوكالة وتوزيع محلي. ده اسمه تغيير مبدأ العمل. بتصنع بس وفجأة قررت تفتح مراكز بيع وتتواصل مع الجمهور مباشرة، ده برضو تغيير مبدأ عمل. كده أظن واضح. رابع حاجة هتساعدك في تحسين فرص نجاح مشروعك، وده عن طريق تقليل نسب المخاطرة. خطة العمل اللي هي اللمبة اللي بتنور لك وتكشف لك الطريق علشان تتفادى الحفر، وياما أكتر النقر والحفر والمطبات في سوقنا المصري بالذات. خامس حاجة بعد ما تنور لنا الطريق هتساعدك تفضل ماشي عليه وما تخرجش عنه. الكلام اللي هقوله ده هيفهمه اللي عنده بيزنس قائم بالفعل، خاصة لما تفتح مشروعك بتبقى باصص لقدام ونفسك تكبر وربحك يزيد، ما انتش عارف ازاي، لكن قدامك هدف او حلم، وانت شغال بتقابلك مشاكل بتطلع من حتت غريبة ومش معمول حسابها في الغالب. المشاكل دي بتحتاج انك تاخد قرارات علشان تحلها، ومن مشكلة لمشكلة وقرار ورا قرار تلاقي نفسك رحت في سكة تانية خالص غير اللي كنت راسمها للمشروع بتاعك. وبدل ما انت كنت تشتغل علشان تكبر، بقيت بتشتغل علشان تحافظ على المشروع شغال وما يقفلش، ويبقى هدفك ان مشروعك يغطي مصاريفه. الله، هو انت كنت عامل مشروع وبتبذل فيه مجهود فوق الطاقة بتاعتك علشان ما يقفلش ويجيب مصاريفه بس؟ وهنا خليني اقول لكم نصيحة مهمة جدا، لازم ولابد لأي مشروع من نظام حسابات حتى ولو بسيط جدا، بيحتوي على الأقل على بالانس شيت اللي هو مركز مالي يبين ليه ايه اللي ليك واللي عليك، وده ممكن من خلال تعيين محاسب أو تولي المهمة لمكتب محاسبة. وأول ظهور للمركز المالي بيبقى في خطة العمل. وللعلم القائمين على القناة محاسبين، فلو انتوا عندكم أي مشكلة في الحسابات في المشروع بتاعكم ممكن تتواصلوا معانا عن طريق الواتساب. لحد هنا هنوقف علشان ما تقلش عليكم، لأن أنا كده طولت فعلا. الفيديو الجاي هنجاوب على السؤال ده، هل فعلا انت نفسك تعمل مشروع؟ مش ممكن تكون نزوة لحظة حماس كان المفروض تعدي بس انت مسكت فيها وثبت؟ في الفترة اللي فاتت اشتغلت مع أكتر من مشروع ناشئ وستارت ابس في الهيكلة والتطوير، وطبعا الغالبية كانوا عاملين بيزنس موديل أو بيزنس بلان بنفسهم اللي هي تمبلت تقريبا، وفي الغالب بنحطها في الباسكت ونبدأ شغل من الأول. أنا حابب أوضح كم نقطة مهمة جدا تخص البيزنس بلان والاستراتيجيز عموما. أولا، اللي بيقدم الخدمات ديت بيبقى عندهم خبرة كبيرة بالسوق، مش مجرد دراسة الخطوات، لأن آليات السوق محدش بيدرسها، دي مهارات مكتسبة وخبرة سنين.
ثانيا، أهم حاجة في الدراسة الأرقام الفعلية للاقتصاد والسوق، والمعلومات ديت مش متوفرة عند أي حد ومش مجانية ومكلفة جدا. اللي بيشتريها بيحمل تكلفتها على أكتر من بلان واستراتيجي، مش بيحملها على واحد بس. ثالثا وهو الأهم، إن أي استراتيجي الهدف منها إنه هاو، إزاي تحقق أهداف البيزنس. لو كل خطوات البيزنس بلان صح من غير الخبرة في تحويل الأهداف ديت لواقع بالأرقام، يبقى ملهاش لازمة. مشروع بلا خطة هو مجرد أمنية، محدش بيوصل لمكان وهو مش عارف الطريق وتفاصيله. النقطة ديت مهمة جدا لأي مشروع وتستاهل تقف عندها كتير كمان. نكمل في موضوع البيزنس بلان، بس قبل ما نتكلم في فنياته اسمحوا لي أمر خلال الفيديو ده على شوية حاجات ممكن تنور لك الطريق قبل ما تعمل البيزنس بلان، علشان ما تتوهش وانت شغال عليها أو تكتشف إنك بدأت في طريق مش بتاعك أصلا. وتعالوا مع بعض نعرف إيه هي أهم الأسباب اللي بيخلي المشاريع الصغيرة تفشل. السبب الأول، نو ماركت. طيب يعني إيه الكلام ده؟ الكلام ده معناه إن مفيش احتياج حقيقي أو في عملاء محتملين يشتروا المنتج أو الخدمة دي. غالبا الشركات اللي بيكون ده سبب فشلها بيكون صاحبها من البداية بيدور على فند أو تمويل والكلام الجميل ده، وبيطلع أي برودكت أو سيرفيس وخلاص من غير ما يشوف احتياجات السوق إيه أصلا. وعلشان تكون فاهم، أول خطوة في البيزنس بلان هي إنك تفهم السوق اللي أنت داخل عليه. يعني تشوف الطلب على الحاجة اللي أنت عايز تقدمها، مين الناس اللي ممكن تحتاجها، وإيه أكتر حاجة ممكن تجذبهم للمنتج بتاعك أو خدمتك. ده كمان بيتضمن إنك تعرف حجم السوق وتوقعات نموه. إزاي نعمل الكلام ده بشكل عملي؟ ده اللي هنعرفه الفيديو الجاي. فما تنساش تشترك في القناة علشان يجيلك إشعار أول ما ننزل الفيديو. السبب التاني وهو البور اوف هيومن ريسورسز. لازم من الأول نبقى فاهمين احتياجاتنا الأساسية إيه. فمثلا حد HR ومحاسب والناس بتاعة الأوبريشنز أو التشغيل وهكذا. ونبعد عن فكرة إن الفاوندرز أو المؤسسين ممكن يفضلوا يعملوا كل حاجة بإيديهم ويذاكروا حاجات ملهاش علاقة بيهم علشان يقللوا الكوست أو التكلفة يعني. فلازم نبقى عارفين في كل ستيج أو مرحلة هنحتاج مين والمتطلبات بتاعته إيه، ويبقى عندنا سيلكشن كرياتيريا واضحة، ويبقى في مرونة إن طول ما البيزنس بيكبر المتطلبات هتتغير، بس مش المفروض الكرياتيريا أو الشروط تتغير علشان ما يبقاش في جاب ما بين التيم ويعرفوا يتعاملوا مع بعض. السبب الثالث poor of money management. معانا فلوس هنشتغل بيها لحد ما نطلع ال MVP، علشان بعد كده نروح نشوف هنجيب فند أو تمويل منين، أو عدينا المرحلة ديت وأخدنا الفند. هنا بقى مفيش حد بيعرف يعمل كل حاجة، فلو لسه شركة صغيرة ياريت نستعين بحد شغلته هي الأرقام، لأن الصفر الغلط ممكن يبوظ شركة كاملة. ومش لازم نعين محاسب، في ناس بتعمل الكلام ده بارت تايم لحد ما يكون الوضع مناسب إنك تعين محاسب. كل اللي هتكون محتاجه في البداية أي سيستم حسابات أونلاين بيكلف في السنة تقريبا $100 زي كويك بوكس مثلا، بيتسجل عليك كل جنيه خرج أو دخل وليك إيه بره وعليك إيه للي بره، علشان لما المحاسب يحب يطلع financial statements أو قوائم مالية يلاقي حاجة يشتغل عليها. السبب الرابع وهو البور ماركتين. في حكايات كتير اتقالت في موضوع الماركتين ده، بس علشان ما نطولش كتير، الماركتين عمره ما كان إعلانات على الفيسبوك وديزاين شكله حلو وبس. الماركتين لازم يكون ليه استراتيجي، وأهم 3 حاجات فيها الماركتين اوبجيكتيف والماركت ميكس والماركتين بادجت. خلص دول وبعدين نشوف أحسن مكان نعمل فيه ماركتين للشركة بتاعتك. مش أي بيزنس ينفع يتعمل له إعلانات على السوشيال ميديا، لازم تبقى عارف التارجت أودينس بتاعتك موجودة فين. بس اللي ما ينفعش نستغنى عنه نهائيا هو ال SEO. وللعلم حاليا شغالين على كورس التسويق من الصفر، وموجود منه 7 فيديوهات على القناة، وكل أسبوع تقريبا بننزل فيديوهين أو فيديو على أقل تقدير. فلو حابب تتعمق أكتر في مجال التسويق أنصحك جدا بالكورس ده. نكمل كلامنا. السبب الخامس البور بيزنس موديل. من الطبيعي إن أي حد بيجي يعمل البيزنس بلان بيبقى عايز يعمل بلان قوية تحقق أهداف الشركة، بس حقيقي انت لو ما عملتش بيزنس موديل كويس للأسف البيزنس بلان بتاعتك هتحتاج تتعمل من الأول أو يتعدل فيها تعديلات كتير. فياريت نهتم شوية بالبيزنس موديل كانفاس، على الرغم انه بسيط بس بيوضح حاجات كتيرة قوي في البداية. وعلشان تكونوا عارفين، بعد ما نخلص الكورس ده هنبدأ نعمل فيديو أو 2 بنشرح فيه البيزنس موديل كانفاس بالتفصيل. السبب السادس اللاك اوف انفستمنت. الانفستمنت أو الاستثمار هنا ما اقصدش بيه الفند اللي هيجي من المستثمرين، أقصد بيه الفلوس اللي هتتحط في الشركة في البداية علشان نبدأ ونشتغل، سواء الفلوس ديت بقى مملوكة لصاحب الشركة أو جاية من أي مصدر تاني. مفيش بيزنس بيكسب من أول يوم ولا شهر، وأحيانا سنة أو سنتين كمان.
فاللي بيحصل هنا إن الفاوندر أو المؤسس مش عارف الفلوس اللي معاه هيقدر يشتغل بيها مدة قد إيه، لحد يعني ما يبتدي يكسب أو يجيله فلوس من أي مصدر تاني. فبيجي في لحظة مفيش فلوس، الفلوس خلصت، مش عارفين نسستين، مش عارفين ندفع مرتبات، مفيش فلوس للماركتين علشان نجيب شغل تاني، خلاص الموضوع خلص، يلا نقفل هنا. فلازم يكون في فاينانشال بلان بتقول احنا هنصرف قد ايه ولمدة قد ايه وليه وكمان في ايه، علشان نبقى عارفين هنعرف نكمل ولا لا، ونبدأ نأمن مصادر تانية. السبب السابع اللاك اوف ماركت ريسيرش. معظم أفكار الستارت ابس بتتبني على مشكلة موجودة في المجتمع، والفكرة ديت بتحل المشكلة دي أو احتياج عند الناس، والفكرة ديت بتسد الاحتياج ده. علشان كده محتاجين نعرف الماركت محتاج إيه، الناس محتاجة إيه. لازم نعمل سيرفيز ونسأل أسئلة كتير ونلم إجابات أكتر وأكتر. مشكلة نلاقيها ندور ليها على حل، علشان ببساطة كده أنا ما ينفعش أعمل منتج وأروح بعد كده أدور على عميل، لازم أشوف العميل عايز إيه الأول وبعدين أروح أعمل المنتج. السبب الثامن الكومبيتيشن. من وجهة نظري هو سبب بسيط جدا وحل بسيط، في حاجة صغيرة كده اسمها الكومبيتيشن اناليسيز. ننزل نشوف المنافسين، ومفيش حاجة اسمها مفيش منافسين. نشوف المنافسين ونعرف شغالين ازاي، وندخل على صفحاتهم ونشوف آراء اليوزرز عندهم، ونعرف ايه هي المميزات والمشاكل عندهم، علشان بعد كده نشتغل على اننا يكون عندنا ميزة تنافسية او added value. في النهاية البيزنس بلان هي دراسة للمشروع. لو انت بدأت بالبيزنس موديل ممكن مع بعض الشغل توصل للبلان. بشكل عام محتاج يكون موجود فيها الاكسكيوتيف سامري، وديت بتكون صفحة واحدة على أقصى تقدير، والبروبلم اند سوليوشن برودكت، والماركت سايز، والماركتنج بلان، والاوبريشن بلان زائد التايم لاين، والمانجمنت تيم، والفاينانشال بلان. ما تقلقش لو حس الموضوع كبير، ده كله هتفهمه بسهولة الفيديو الجاي، واللي هيكون آخر فيديو في كورس البيزنس بلان، ومن بعده هنبدأ مباشرة في دراسة الجدوى أو الفيزيبيليتي ستادي. في النهاية البيزنس بلان مش حبر على ورق، دي خريطة طريق لمشروعك. لو اتبعت الخطوات ديت وكنت صبور ومجتهد إن شاء الله هتقدر تحقق النجاح اللي بتحلم بيه. وما تنساش البيزنس محتاج مرونة، يعني لو لقيت حاجة مش ماشية زي ما انت مخطط خليك جاهز تغير في الخطة. الفيديو المنتظر واللي هيعلمك ازاي تعمل بيزنس بلان ببلاش بشكل عملي. اهلا بيكم في فيديو جديد هنتكلم فيه عن موضوع مهم جدا لاي حد عايز يبدا مشروعه الخاص وما عندوش فلوس كتير يدفعها في البدايه. النهارده هنشرح بالتفصيل ازاي تقدر تعمل بيزنس بلان بنفسك وببلاش تماما. ايوه سمعتوا صح، ببلاش وبشكل عملي جدا، يعني مش هتحتاج لاي متخصص او شركات تاخد منك فلوس علشان تعمل لك الخطه. هنتعلم ازاي نرتب افكارنا، نحدد اهدافنا، ونخطط لكل خطوه في المشروع بشكل واضح ومنظم. يلا بينا نبدا ونشوف ازاي تقدر تحول فكرتك لمشروع ناجح باقل التكاليف. ووعدكم بعد الفيديو ده مش هتحتاجوا تدوروا على فيديو تاني علشان تعرفوا تعملوا بيزنس بلان. عندك فكرة وعاوز تقنع المستثمر اللي بيدور على مشروع يدخل فيه إن مشروعك أو فكرتك هي الأنسب ليه واللي هتحقق له الربح اللي هو بيسعى ليه؟ أو البيزنس بتاعك بيجني أرباح كويسة وما انتش شايف بكرة، بمعنى ما انتش عارف تكبره إزاي أو في أي اتجاه، أو فجأة صابك الخوف من فقدان اللي وصلت له لأنك ما عدتش عارف إيه هي الخطوة الجاية، أو عندك بيزنس قائم بالفعل ومحتاج ممول أو شريك علشان تكبر، خاصة لو البيزنس بتاعك ستيبل أو مستقر، أو معاك مبلغ وعاوز تستثمره في مشروع لكن مش لاقي حد يقنعك، أو لو أقنعك بتحس إن كله كلامه معسول وممكن يكون بيظهر لك المنافع ومخبي عليك المخاطر. هنا بقى خطة العمل بتبين المكاسب والخسائر والمخاطر المتوقعة وبأرقام كمان، فبتشوف الصورة من فوق، وده بيسهل عليك إنك تحسبها وتاخد قرارك وما تبقاش تايه. مثلا لما حد يعرض عليك مشروع تعبئة خل اللي بيستخدم في المطاعم، وتعرف إن طن الخل الخام لما بيتخفف بالمية بيعمل 21 طن خل جاهز للاستخدام، يعني هتجني 20 ضعف اللي دفعته في المادة الخام. طبعا حاجة مغرية جدا، لكن لما خطة العمل اللي بتضم معلومات عن المنتج تبين لك إن نسبة البكتيريا لازم ما تتخطاش نسبة معينة، ده بيدق جرس في دماغك، فتسأل طيب لو اتخطط إيه اللي هيحصل ساعتها؟ ممكن الإجابة هي اللي تحدد قرارك. هل الضرر اللي هيقع على المشروع والمشاكل والقضايا والتعويضات بسبب خطأ ممكن يحصل يستاهل المخاطرة بمبلغ الاستثمار؟ وضحت كده؟ وعلشان نسهل الدنيا عليكم هسيب لكم في وصف الفيديو نموذج جاهز لعمل بيزنس بلان، يعني بمجرد ما تخلصوا الفيديو تقدروا تنزلوا النموذج ده وتبدأوا تعبوه بمعلومات مشروعكم على طول، هيوفر عليكم وقت ومجهود. بس قبل ما تكمل الفيديو اعمل لايك للفيديو، ده بجد بيشجعنا نكمل، واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك إشعار أول ما ننزل فيديو جديد. نرجع بقى لفيديو النهاردة. البيزنس بلان بيتكون من 5 خطوات.
أول خطوة الإكسكيوتيف سامري، وده بيبقى عبارة عن ملخص ونظرة سريعة بتوضح من خلالها البيزنس بتاعك والمنتجات أو الخدمة اللي بتقدمها، بتحدد البوزيشننج والأهداف، وبيكون فيه ملخص بسيط عن خطتك المالية والإنجازات والأهداف الموجودة واللي ناوي تعملها. كل ده بشكل مختصر تماما علشان تشد القارئ إنه يعرف تفاصيل أكتر عن الخطة بتاعتك، لأن في الخطوات اللي جاية هتبدأ تشرح النقط ديت بالتفصيل. تاني خطوة البيزنس أوفر فيو، اللي هي نظرة عامة عن البيزنس، ومن خلاله هتبدأ تشرح بالتفصيل هدف البيزنس بتاعك وارتباطه بالسوق والعلامة التجارية، ومن خلاله هتبدأ توضح طبيعة شركتك والمنتج اللي بتقدمه ومين العملاء بتوعك وإيه السوق بتاعك. تالت خطوة واللي هي السيلز اند ماركتنج استراتيجي، وده من خلاله لازم يكون عندك معرفة بالسوق بتاعك والمنافسين في نفس مجالك والخطة التسويقية والمبيعات. هتوضح النقاط دي. أول حاجة تعريف للتارجت ماركت بتاعك اللي هي حصة السوق، في الخطوة ديت بتشرح السوق بتاعك وحجمه وحصتك السوقية المتوقعة. تاني خطوة وهي تقييم للماركت بتاعك، ومن خلاله هتوضح ازاي تقدر تجذب العملاء الخاصين بيك وايه اللي بيميزك عن غيرك، وممكن تستخدم أداة زي السكس فورسز مود. تالت حاجة للسوات اناليسيز، ومن خلال النقطة ديت بتحلل الخطة التسويقية من خلال 4 نقط لتحليل المشروع بتاعك: نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والمخاطر، وهنتكلم عن النقط ديت بالتفصيل في فيديو منفصل إن شاء الله. وبعدين بتتكلم عن البرودكت اور سيرفيس فيتشرز، اللي هي خصائص الخدمة أو المنتج اللي بتقدمها، بتشرح فيها الخدمة أو المنتج اللي أنت بتقدمه ومميزاته والعروض اللي هتقدمها وخدمة ما بعد البيع. خامس حاجة التارجت كونسيومرز، هتوضح فيها العملاء أو الزباين اللي بتستهدفهم. سادس حاجة الكي كومبيتيتورز، وهنا هتبدأ تتكلم عن المنافسين ليك أو للمنتج بتاعك سواء كانوا مباشرين أو غير مباشرين. الماركتنج بلان اند بادجت، في النقطة ديت هتبدأ توضح الهيكل العام للتكتيكات التسويقية والإعلانية اللي هتستخدمها للترويج لخدمتك، وهتوضح الميزانية اللي هتحطها. وآخر حاجة البرايسنج، هتشرح إزاي تتلائم استراتيجية التسعير الخاصة بيك مع المنافسة وإزاي هترتبط بوضعك. الخطوة الرابعة الأوبريشنز أند مانجمنت، اللي هو التشغيل والإدارة، ومن خلاله هتوضح الهيكلة العامة للبيزنس وطريقة العمل بتاعتك من خلال نقطتين: الأوبريشنال بلان أو الخطة التشغيلية، ومن خلاله هتوضح كيفية تنظيم الأعمال داخل الشركة يوم بيوم من جميع النواحي، زي تقديم المنتج والجودة والموردين والبيئة القانونية، وإزاي هتقدر تقدم خدمتك للعميل بتاعك. تاني حاجة الأورجانيزيشنال ستراكشر، الهيكلة التنظيمية، وهنا هتحط الهيكل العام للشركة من حيث الناس اللي هتوظفهم معاك ومسؤولية كل فرد فيهم ورواتبهم. الخطوة الخامسة والأخيرة الفاينانشال بلان، الخطة المالية. النقطة ديت مهمة جدا خاصة لو انت مستهدف المستثمرين والمقرضين، ومن خلاله بتوضح خطتك المالية والميزانية، ولازم فيه تركز على شرح الافتراضات المبنية على التوقعات اللي انت حاططها وناوي تنفذها. فبتبدأ توضح أول حاجة توقعات الأرباح والخسائر لمدة 12 شهر، بتوضح فيها توقعات المبيعات الشهرية وتكاليف التشغيل والضرائب والأرباح للسنة الجاية، وفي بعض الأحيان ل3 سنوات. وبعدين توقع لقائمة الكاش فلو، والقائمة أو البيان ده بيتابع كمية الفلوس النقدية اللي بتخرج أو بتدخل للشغل في أي وقت. وبعدين بتوضح البريك ايفن اناليسيز، اللي هي تحليل نقطة التعادل، وهنا بتوضح مستوى المبيعات المتوقعة واللي بيسمح لشركة بتغطية تكاليفها. وآخر حاجة الكابيتال ريكوايرمنتس، اللي هي متطلبات رأس المال. النقطة ديت مهمة جدا وأساسية لأنها بتوضح للمستثمرين هنصرف فلوسهم على إيه، فلازم تكون بتحتوي على ملخص لجميع مصاريف المشتريات الكبيرة وتكاليف التشغيل اليومية. وخلي بالك غالبا الخطة المالية بيكون ليها مرافق، وهنا مهم جدا انك تضمن جداول البيانات التفصيلية والحسابات المستخدمة لإعداد البيانات المالية. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. يا رب تكونوا استفدتوا وعرفتوا ازاي تعملوا بيزنس بلان بنفسكم وببلاش. ما تنسوش تحملوا نموذج من وصف فيديو وتبدأوا تطبقوا الخطوات اللي اتكلمنا عنها. ولو عندكم أي سؤال أو حاجة مش واضحة اكتبوها لنا في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل جديد. شكرا جدا لمتابعتكم. السلام عليكم.